كيفكم كدايرين؟ لاباس عليكم؟ راكم مزيانه؟ صحتكم بخير؟ كدير مع الصحه. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بصحه جيده وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله خليت لكم في الانستغرام، قلت لكم اشنو تبغوا تعرفوا عليا، اشنو تبغوا تعرفوا على كوريا. فالصراحه ما بخلتوش عليا بالاسئله، تبارك الله جاوب بزاف ديال الاسئله. فهذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاول نجاوب على الاسئله اللي معاودين، والاسئله اللي ما قدرتش نجاوب عليهم غادي ان شاء الله المره الجايه ولا الفيديوهات الجايين غادي نجاوب عليهم ان شاء الله يا ربي. فشكرا لكم بزاف على الاسئله ديالكم. يلا نبداو باول سؤال. اول سؤال اللي صراحه كيجيني بزاف ونهيله، شحال في عمرك؟ انا البنت من مواليد 2001، يعني دابا عندي 24 سنه. ما هو التخصص الذي درستيه؟ ادب ولا علوم؟ بالنسبه لي انا خديت الباك علوم انسانيه. قريت عامين مرابه في كليه ديال اللغه العربيه في مراكش، ولكن ما كملت. المهم كانت تجربه صراحه زوينه بزاف، نفعتني صراحه في حياتي بزاف. واي حاجه حنا كنجربوها في حياتنا كسوا مشينا فيها مزيان ولا ما مشيناش فيها مزيان، فهي كتبقى تجربه زوينه في حياتنا. صافي هادشي ما كاين، ارزاق. وصراحه ما كملتش فيها. نستليكم اموركم وبالتوفيق للجميع يا ربي في الدراسه ديالك. كيفاش كتعيشي في كوريا كمحجبه؟ وكيف دايره طريقه تعامل الناس معاك؟ وشنو اكثر صعوبه واجهتيها؟ الصراحه الحمد لله وشكر الله ما ملقيتش شي صعوبه انايا بالنسبه للحجاب، لا كسبه في التعامل ديال الناس لا في الحياه اليوميه بحال هكا. ما عمرني صراحه تعرضت لموقف عنصري، ولا مثلا يجي شي حد عندك ويقول لك لا اشنو كديري هنا، سيري في حالك، علاش نتيا مثلا دايره الحجاب ولا هذا. كاينين بعض النظرات، ولكن نظرات ديال الفضول، مثلا منين هاد البنت منين جات ولا علاش دايره، حيت اغلبيه ما تيكونوش عارفين اشنا هو الحجاب ولا علاش دايره، ولا ما عندهمش واحد الدرايه على مثلا علاش كنديروا الحجاب ولا شي حاجه بحال هكا. فتيكون بعض النظرات ديال الفضول حاجه اصلا كطيح لهم في بالهم فاش تكون دايره، مثلا شافوك دايره الحجاب وكتكون عندهم واحد الفكره عليك انك يا اما عربيه يا اما اندونيسيه ماليزيه شي حاجه بحال هكا. وكيجيو عندك تيقول لك واش انت اندونيسيا، واش هكا علاش دايره الحجاب، وانت زوينه. صافي هادشي اللي كيقول لك، ما عمر شي حد غادي يجي عندك ويتعامل معاك خايب. وبالنسبه مثلا الا كنتي دايره الحجاب ومثلا تعامل معاك شي حد خايب في اي بلاد في العالم، ولا مثلا راه كيعبر على انه هو خايب، ماشي حيت انت مثلا تقولي لا تعامل معايا بحال هكا حيت انا دايره الحجاب. قولي هو تعامل معايا خايب حيت هو خايب، ماشي حيت انا اللي حيت دايره الحجاب ولا شي حاجه بحال هكا. كل واحد كيعبر على راسو. فالحمد لله كيف قلت لكم ما عمرني صراحه تعرضت لشي موقف خايب، الحمد لله وشكر الله. بالعكس مواقف اللي وقعوا لي يعني مع الناس وبحال هكا. بصراحه ما تعرضت لشي حاجه خايبه. وما تخافوش، ثقي في راسك وثقي بالله، وما تحاولوش ترضي الناس، حيت هنايا في كوريا عالم من بوحدهم، فهمتي؟ ما تحاولوش تقولي مثلا واش غنى الاعجاب ديالهم ولا واش غير رضاو بيا. لا، ما تفكرش بهاد القضيه كاع. الا مثلا كتسعي لارضاء الناس وارضاء مثلا انت مختلفه عليهم كتحاولي ترضيهم، راه غادي تنسى الخيمات ديالك والمبادئ اللي جيتي بهم، غادي تخليهم، غادي تولي غادا معاهم في نفس الحياه وفي نفس اللايف ستايل. فحاولي تكوني مثلا فخوره براسك وفخوره بالهويه ديالك، حيتاش ما عمر الحجاب كان عائق. بالعكس انك كتكوني مختلفه، كتكوني مثلا كلشي بحال ولكن نتيا كتكوني مختلفه عليهم، فشي حاجه اللي زوينه بزاف كتخليك يونيك وماشي بحال كاع الناس كاملين. فكوني قويه. اول حاجه خاصك يكون ايمانك قوي، ايمانك بهذيك الحاجه اللي انت دايره خاصك يكون ايمانك قوي بالحجاب ديالك. حاول الناس هنايا راه محترمين كيحترموك، ما كيقدرش شي حد يقلل عليك مثلا الادب. تخافوش من هذه الناحيه. بزاف الاسئله بزاف البنات انه حنا جايين كوريا ولكن خايفين من نظرات ديال الناس. الحجاب راه غادي يشوفوا فيك كي كنتي دايره الحجاب، كي ما كنتيش دايره الحجاب الكوريين كيشوفوا فيك. حنا الانسان كبشر حنا في طبيعتنا كنشوفوا. حنا مثلا انا في المغرب في مراكش كاين بزاف ديال الاجانب، في بيتنا حنا كنشوفهم، ولكن فاش كتشوفي ماشي كتحكمي عليه او هذا خايب هذا زوين هذا ما مزيانش هذا هكا. لا، هي كتشوفي او اجنبي صافي، هادشي داسي، ما كاين حتى شي حاجه اخرى. يعني ما كاين مثلا البنات اللي ما دايرينش مثلا الحجاب وعايشين في كوريا راه غادي ياكدوا هذه القضيه، راه واخا ما دايرش الحجاب غادي يشوفوا فيك. يعني كونك انك اجنبيه هنايا غادي يشوفوا فيك انك مختلفه، الملامح مختلفين. صافي هادشي اللي كاين. يقدروا ما يشوفوا فيك وهم من الداخل ديالهم كيقولوا شوف هاد البنيه شحال زوينه. يعني تقدريش تحكمي اشنو الداخل ديال الناس. يعني بعض المرات كيبقاو كيشوفوا فيك مثلا تيجيو فيك بحال هكا وتيشوفوا مبتسمين، انك كيخلوك تحسي بلي حنايا راه مثلا اوبن وي ويل بي زعما فريندلي معاك وداكشي. صراحه اغلبيه الناس هنا تيكونوا فريندلي، وما ماشي حين داير الحجاب غيتعامل معاك خايب ولا بعنصريه ولا يتجاهلك ولا شي حاجه. بالعكس الا مشيتي لشي ستور شي كافي غادي يتعاملوا معاك
كيتعاملوا هنايا بروفيسيونيل، زعما ماشي حيت انت اجنبيه ولا دايره الحجاب غير يتعاملوا معاك خايب ولا ناقص، بالعكس كيتعاملوا باحترام ديما، الابتسامه ديما هكا. ولا شي حد كيتعامل معاك ما زوينش راه كيعبر على راسو، ماشي حيت انت دايره حجاب ولا شي حاجه بحال هكا. وكاينه واحد القضيه انه بالنسبه للباص والصابوي، بزاف ديال الناس كيقولوا باللي مثلا في كوريا الناس ما تيجلسوش حداهم. مثلا انت كاجنبيه ولا كدايره الحجاب، الكوريين ما كيبغوش يجلسوا حداك حيت انت دايره حجاب، لا راه بالعكس يقدر هو مثلا داك الشخص مثلا هو راه ما باش يجلس ماشي تقولي لا حين ما جلسوش حدايا راه لا راه حيت هذا موقف عنصري، بالعكس راه الا ما جلست حداك راه احترمك. انا كان وقع لي واحد الموقف غادي نعاودو لكم بعجاله. انا كنت مشيت في الصابوي انا وصاحبتي، كنا راكبين بحال هكاش، وكان البلاصه اللي حدايا خاويه ما جالس فيها حتى حد، كان شويه الصابوي خاوي، كاينه صاحبتي وانا مقعد خاوي وواحد الراجل وين كنت في ديك الربعينات ديالو. جا واحد الدري هو يجلس حدايا ويقول لي قال لي لا ما تجلسش حداها، قال لي كحز حداهم. دابا شي وحده مثلا الا وقع لي هذا الموقف تقول لا عنصري علاش داروا لي بحال هكا، ولكن انا كيفاش شفتو احترام ليا، انني كمسلمه عارفه يقدر عنده شي فكره باللي الراجل ما خصوش يجلس حدايا ويقول لي لا ما تجلسش حداها، كحز حداها ما تقربش ليها، احتراما ليا، ماشي زعما خاف مني ولا شي حاجه بحال هكا، ولكن احتراما ليا. وكنت فرحت بزاف داك النهار، اي فيل او ماي جاد شي فيلين جود، زعما ان شي واحد احترمك وقربش ليها ما تجلسش حداها، احترمك بزاف. فهذا واحد الموقف وقع لي، وغادي ندير لكم ستوري تايم كاع المواقف اللي وقعوا لي من نهار جيت لكوريا. كانوا مواقف مضحك، الله في فيديو اخر ندير لكم ستوري تايم المواقف اللي وقعوا لي هنايا. بالنسبه لسؤال اخر، اختي بغيت نجي لكوريا باش تنصحيني ولا قدرتي تفهميني واش سهله ولا صعيبه، واش الفيزا وشكرا ليك مسبقا ربي. الصراحه زوينه بالنسبه للسياحه، كوريا زوينه فيها بزاف ما يتشاف. يعني الا كنتي جايه سياحه، بالنسبه للفيزا ديال السياحه راه غادي تحتاجي مثلا تقطعي البي الي وروتور، وتكون عندك لي ريزيرفاسيون ديال لوطيل، وتكون عندك واحد البلان. مثلا انت جايه شهر تكون عندك واحد البلان اشنو غديري في هذا الشهر، شنو غنمشي لهاد البلايص لهاد البلايص بالنسبه بوكينغ ديالك، واش هاد المده اللي غتجلسي فيها واش هاد الفلوس ديالك كافيين ولا لا. صافي هادشي اللي غادي تحتاجي مثلا في الفيزا ديال السياحه. اما الفيزا ديال القرايه فغادي تحتاجي مثلا تدفعي لاي جامعه هنا كوريا، كتدفعي لهم من بعد القبول ديالهم صافي كتدفعي القنصليه صافي وكيعطوك الفيزا ديال القرايه وكتجي تقراي هنايا. سواء كتقراي اللغه الكوريه ضروري خاصك تقراي اللغه الكوريه من بعد تجي شي تخصص اخر. اما بالنسبه للفيزا ديال الخدمه فكيف قلت لكم خاص ضروري شركه لانها تصيفط لكم الاوراق وداك الشيء كونطرا، عاد ديك الساعه انك تقدري تاخدي الفيزا ديال العمل. وهادشي اللي كاين، هادو هما الفيزا الصراحه اللي كاينين. والفيزا بالنسبه للفيزا واش سهله، راه الفيزا مثلا ديال السياحه راه سهله، اللي غادي تحتاجي صافي الا كانوا مثلا الاوراق ديالك هما هادوك. واصلا كوريا راه بلا فيزا 3 شهور للمغاربه، فتقدري مثلا تجي 3 شهور وتجلسي وتستمتعي بالوقت ديالك وراه سهله. حيتاش بزاف كيسولوني واش بصح كيحبسوا من المطار، لا ما كنظنش بلي الا كانوا اوراقك هما هادوك ومغيزافيا لوطيل وكلشي هو هذاك وغادي يرجعوك. الا كانت شي حاجه شي مثلا كاين واحد الطلب عاوتاني كيطلبوه وثيقه اللي كتبين على انك خدامه ولا كتقري في بلادك، باش انك راه ما غاديش تجلسي هنايا، غادي راه عندك شي حاجه اللي غادي ترجعك. صافي هادشي اللي كاين. يعني مستحيل غادي يرجعوك من المطار ولا شي حاجه بحال هكا. صراحه ما عندي حتى فكره ان كيرجعوا من المطار ولا شي حاجه بحال هكا، ولكن راه الفيزا ديال السياحه راه سهله بزاف، راه كتخرج دغيا. حيت انا شفت بزاف خرجت لهم دغيا، فكنتمنى ان شاء الله ربي يسر ليك. ولكن انت جايه لكوريا مرحبا بك. كوريا صراحه زوينه وكنصحك انك تجي لها سياحه. الا ما كان شخصيا هضر لينا كيفاش حتى فكرتي تجي لكوريا، واش مزوجه في المغرب ولا حتى جيتي لكوريا. السؤال صراحه كيجيني بزاف. نهيله شنو كديري في كوريا؟ نهيله علاش مشيتي لكوريا؟ كيفاش مشيتي لكوريا؟ بزاف الناس كيصحابهم بلي انا جيت هنا قرايه ولا خدمه ومن بعد زوجت هنا. لا انا صراحه البنات انا ما عمرني جيت لكوريا نهائيا. اول مره جيت لكوريا مع الزوج ديالي. بعد الزواج قررنا اننا نستقروا في كوريا حيتاش الزوج ديالي كوري، فقررنا نستقروا هنايا في كوريا. بالنسبه واش تزوجت في كوريا ولا في المغرب، الصراحه كيف قلت لكم انا عمرني جيت لكوريا، فتزوجنا في المغرب، درنا عرس مغربي مع بالعائله وعرس مغربي بالتقاليد ديالنا اللي كنعتزوا بها. من بعد فاش تزوجنا ودرنا العرس عاد بديت في الاجراءات ديال الفيزا ديال اف 6. من بعد فاش خرجت لي عاد جينا لكوريا، ودابا انا هنايا 3 سنين هذه باش انا مستقره هنا في كوريا من 2022. وشكرا على السؤال ديالك. بالنسبه للسؤال الاخر،
كيفاش تعرفتي على راجلك؟ او اكثر سؤال كيجيني بزاف يوميا الميساجات في الانستغرام: نهيلة كيفاش تعرفتي على راجلك؟ كيفاش عاوجينا القصه؟ انا غادي نعاودها لكم ان شاء الله، ولكن ماشي في هذا الفيديو حيت صراحه القصه طويله بزاف وانا بغيت نعاود لكم التفاصيل ان شاء الله يا ربي في فيديو اخر، وندير فيديو على قصه ديال التعرف ديالنا باش نعاود لك بالتفاصيل المرحله ديال الخطوبه، مرحله ديال الزواج، الفيزا، كيفاش جيت لكوريا، المهم الرحله ديالي كامل وداكشي كله ان شاء الله غادي نعاود لكم في فيديو جاي ان شاء الله يا ربي. كيفاش دايره المعيشه في كوريا؟ واش رخيصه ولا غاليه؟ بالنسبه لهذا السؤال بصراحه المعيشه ما رخيصه ما غاليه، حيت نقدر نقول لكم مثلا غاليه وتجيكم نتوما رخيصه، ونقدر نقول لكم رخيصه وتجيكم غاليه على حسب نتوما المعيشه ديالكم وعلى حسب نتوما وجيبكم صراحه. حيت كوريا مثلا السكن فيها غالي بالخصوص في المدن الكبرى وبالخصوص في سيول في العاصمه. الكرا صراحه غالي بزاف فحكم انكم مثلا اذا كنتو جايين قرايه ولا مثلا جايين خدمه، فالصراحه غادي يجيكم شويه الكرا غالي مقارنه مع المغرب. فواكه الخضره وداكشي فمقارنه مع المغرب هي مثلا مقارنه مع كوريا المعيشه في كوريا راه رخيصه عاديه، ولكن مقارنه الثمن ديال الخضره في المغرب وداكشي فغادي تجيكم صراحه غاليه. بالنسبه مثلا حنايا في المغرب والفين مثلا كيشرو كيلو ديال البطاطا بواحد 5 دراهم 7 دراهم بحال هكاك، فهنايا تقدروا تلقاو مثلا واحد 60 درهم 70 درهم. بصح انا ما عرفتش الثمن بالضبط بشحال دايره الخضره هنايا، حيت صراحه ما كنتقداش انا من الماركت ديريكت، كنتقدا اونلاين وماشي انا اللي كنتقدا، فداكشي علاش صراحه ما عرفتش بالضبط. غادي نحاول ندير لكم ان شاء الله فيديو على مثلا الاثمنه ديال الخضره وداكشي هنايا في الماركت، غادي نحاول ندير لكم فيديو ان شاء الله باش تاخذوا فكره. صافي هادشي اللي كاين. بالنسبه مثلا الماكله وداكشي راه ما غاليش بزاف، راه رخيص، الثمن ديالو عادي مقارنه مع المعيشه في كوريا راه عادي. كي جات كوريا ملي يلاه جيتي ليها، واش كتمناي تبقاي فيها ولا تعيشي في شي بلاد اخر؟ بالنسبه لكوريا صراحه بلاد زوين، زوين امين، الناس محترمين، فيه امان، فيه تطور، هادشي كله صراحه زوين، ومن الحوايج زعما اللي يخليك انك تقدري تستقري هنايا. ولكن صراحه ما نكذبش عليكم ديما اصلا كي كتحسي بالانتماء، كتحسي بالانتماء في بلادك، فما كرهتش صراحه. كنتمنى ان شاء الله من هنا المستقبل، من هنا بعد 10 سنين لقدام ان شاء الله نستقروا في المغرب. اصلا من الخطط ديالي انا وادم انا ان شاء الله كنفكروا اننا ان شاء الله نستقروا في المغرب. اصلا الواحد ديما انه كيفكر يرجع لبلاده، واخا يجلس في البلاد قد ما جلس في اي بلاد في بقاع العالم كامله، ولكن كيفكر يرجع للمغرب. وادم صراحه كيحماق على المغرب، كيتسطى عليه، فهو اللي قالها لي، قال لي ان شاء الله من هنا واحد 10 سنين ان شاء الله يا ربي مع ام الخدمه وداكشي، وان شاء الله نستقروا في المغرب. ضروري نقرب من عائلتي ومن ماما وبابا، فان شاء الله يا ربي. السؤال الاخر: واش كوريا امنه بالنسبه للبنت؟ الصراحه كوريا امنه بالنسبه لك انت كبنت، انك مثلا تجي تقراي فيها ولا انك تجي سياحه بوحدك. الصراحه امنه، يعني تقدري مثلا الليل جوج الليل تخرجي مثلا ما كاينش اللي يهضر معاكم السرقه ولا شي حاجه بحال هكا، ما كاينش. والصراحه امنه، انا بالنسبه ليا امنه بزاف البنات، وهذه اهم حاجه الواحد كيقلب عليها في اي بلاد بغى يعيش فيها. اول حاجه كيشوف هي الامان. هي الصراحه امنه، ولكن ماشي نقول لكم مثلا امنه مليون في المية، حيت صراحه انا كتجربه ديالي ما عمر وقع ليا شي موقف، ولكن كاينين جرائم فين ما مشيتو، كاين ناس خايبه وكاينين مزيانين، فالواحد يرد البال راسو. ولكن بالنسبه للبنت راه امنه، مثلا ما كاينش سرقه، تحرش، هادشي صراحه ما كاينش. السؤال الاخر: from where you buy your dress؟ بالنسبه للكسيوات ديالي صراحه البنات كيسولوني بزاف عليهم. بالنسبه للكسيوات ديالي انا كنتغدى من شائين، صراحه فيها كسيوات زويونين. هي كنحاول مثلا نسق هكا لبيسات، مثلا كنشري صايات ويمجات. بعض المرات كنتقدى حتى من هنا من كوريا، تنتقدى صايات وقيمجات ماشي يكونوا زوينين هكا اوفر سايز كيعجبوني كنتقداهم. وكان اغلبيه كنتقدى حتى من شائين، صراحه الكواليتي ديالها زوينه وكيكونوا مثلا طوال، الكسيوات كيكونوا طوال. فانا ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو، حيت بزاف الاسئله وبزاف المساجات كيجيوني على نهيله فك جينا فيديو على ستايلات وداكشي. فان شاء الله الفيديو الجاي غادي ندير لكم ان شاء الله ستايلات وكيفاش كنسق الملابس ديالي وداكشي، وندير لكم لفات ديال الحجاب، حيت هاد اللفه الصراحه كيتسولوني عليها بزاف. فان شاء الله نهار ندير لكم فيديو ديال الستايلات وداكشي، غادي ندير لكم حتى اللفه ان شاء الله، وبعد نصائح للبنات كيفاش تكوني انيقه ولباس محتشم في نفس الوقت.
صافي كان هادو هما الاسئله، حاولت نجاوب باختصار وبصراحه. الاسئله متكررين حيت اغلب الاسئله كيسولوا على كيفاش تعرفت على ادم، كيفاش مشيت لكوريا. صافي هادشي اللي كيكون على الحجاب، كيفاش الناس كيتصرفوا، كيفاش كيتعاملوا معايا. صافي هادو هما الاسئله الصراحه اغلبيه الاسئله غير هادو. وكنتمنى ان شاء الله يكون الفيديو خفيف ظريف على قلوبكم. نتلاقاو في فيديو جديد، تهلاو فراسكم، مع السلامه.